السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أيام قليلة أتاني سلام من الأخ العزيز ياسر الهيبي أبو المقداد، وعادة ما يكون سلام الشاعر ذو نكهة خاصة، وكان يذكرني في السلام أنا وأبناء عمومتي قائلا: يا طارشن مريت راشد مسير، اعبر على كل زين اوصل سلامي، واقصد هلا الوقفات بالك تغير، واخذ التحايا للخوال وعمامي. ابدي بدار شويخ در منير، اللي على الكلفات شدوا حزامي، برضه كموس القاد كم حيط خير، حلوة المعاني وزاد حلوة الكلامي. وتخص ابو خطاب ما هو عسير، هذا اخو هدله ودوم خله وسامي، لو مر بنجرذيه طارش كسير، جبار للخطار جبر الأعظامي. والخلفة الطماس كل ساعة هير، وهناك على الياسين حلوة المقامي، أهل الهلا وحياك حتى الزغير، يلقاك بالترحيب والوجه سامي. الفيل أبو إبراهيم قبل العصير، تلقى دلاله مقلطات الحمامي، وللقسورة لو ضاق فكرك تحير، من قول راهم هاك يروى الضوامي. وعبد الكريم الصوت جاب المتير، يا ما شجان صاح هدل الحمامي، ان جيت ابو مريم والوجه نير، وسلم على الطاهات خص السلامي. ولا أخفيكم إنه حرك في داخلي شيء من الاعتزاز في صداقته والخولة التي تربطني به. فهناك من لا يعلم إن والدة الأمير حسين الحمد الجاموس هي عمرة ابنة مفرج العلي من عشيرة الهيبة البقة. وبما إنه أنا أحد أحفاد الأمير حسين الحمد الجاموس، وبكل فخر واعتزاز، لذلك وجب علي أن أرد السلام بالطريقة التي تليق بالخوال. فأقول: من ديرة الياسين، من ماكر صقور، من خلفة الطماس راع الحمية، ياتيك جزل القاف، من قسور جبور، واجب لابو المقداد حق عليه. عز الله فيك الغانم وجبر الكسور، راع الهلا وملقاك يروى الضمية، ياسر على الطيبات ما ياخذ الشور، ياسر على الطيبات ما ياخذ الشور، حر مصلصل على الشينات عيه. والله ماني بحقكم شاهد زور، أجهر لكم بالقول بين الرعية، ختياركم بالعون شيد لكم سور، ستر الحراير تلبد بجال فيه، شوباش هفويين دحام تنحور، الهيب عرجه وبلق عن جهية، كسار تخشوم ما عاشوا قبل عرجه، كسار تخشوم ما عاشوا قبل عرجه، داسوا على الرقاب والعايل غصب عرجه، صوب التنومس تند جباههم عرجه، وهم ملاذ الدخيل بجالهم والهاب، وللغان مرجال في عسر الزمان الهاب. إن كان ضامك وقت حشم تجيك الهيب، مثل الصواجع إذا ناديت أخو العرجة. اي والله إن كان ضامك وقت حشم تجيك الهيب، مثل الصواجع إذا ناديت أخو العرجة.